بما إني ست باشتغل، قُمت بسرعة أحضّر الوجبة بتاعة الغدا اللي هناكلها بكرة بإذن الله، علشان أشيل من على نفسي الضغط النفسي وهَم إحنا لمّا أرجع هاكل إيه وهنعمل إيه والكلام دوّة. رُحت جايبة بقى فاصوليا بيضا أنا كنت ناقعاها بقى لها 4 ساعات، ونزلت بمَيّة من الكاتل مغلية عليها بالشكل دوّة وحطيتها علشان تتسلق، ورُحت مغطية عليها وموطية. في المرحلة بقى اللي بعد كده حضّرت المطيبات اللي هاسلق بيها اللحمة، وهي عبارة عن طماطم ومستكة وملح وفلفل أسود وحبّهان. في المرحلة دي بقى أنا هاحط اللحمة بتاعتي في الشوربة، وهي في المرحلة دي يعني لمّا أنا أكون عايزة شوربة مش مهم إن المَيّة تكون سخنة، أنا عايزاها تنزّل الطعم بتاعها والبروتين بتاعها في المَيّة عشان أشرب شوربة حلوة. هنا بقى بيبقى معايا مصفى كده أنا مخصصاها لموضوع الريم ده فقط لا غير. زي ما أنتم شايفين كده باشيل الريم بالمصفى، بانضّف الشوربة والمصفى بتبقى حلوة عن المعلقة بتشيل أي سوائل أي شوائب قصدي في المَيّة، وهانزل بالمطيبات اللي قُلت لكم عليها وهاقفل عليها وهاقفل على الحلة، وأنا هنا استخدمت حلة الضغط لإني ما عنديش وقت كتير، وهتسوي اللحمة بسرعة وبتنجز معايا. في حلة تانية بقى نزلت بمعلقة سمنة بلدي وهانزّل بقى خلطة اللي هاعمل بيها الفاصوليا. هنا أنا كنت فارمة بصلاية مع قرن فلفل أحمر وده علشان اللون. ليكِ مطلق الحرية بقى في عمايل الخضار إن أنتِ تحطّي البهارات اللي أنتِ بتحبيها، إن شاء الله ملح وفلفل وهتبقى زي السكر، هتبقى جميلة. بس أنا هنا كنت حاطة معلقة بهارات ومعلقة كزبرة وفلفل أسود و آآ صلصة الطماطم أهو زي ما أنتم شايفين، وبعد كده هانزل أهو باقلّبهم مع بعض، بعد كده بقى هانزل بالصلصة وهانزل بفصين التوم النيّين، ودي كانت معلقة سكر. آآ نزلت بالفاصوليا المسلوقة على الطماطم، وادي معلقة الصلصة، وفصين توم نيّين أنا باحطهم على الفاصوليا نيّين سواء الفاصوليا الخضرا أو الفاصوليا البيضا. وبعد ما اللحمة استوت خدت بقى شوربة جميلة جدًا كانت طعمها حلو أوي، وخدت اللحمة حطيتها مع الفاصوليا علشان كده ياخدوا من طعم بعض، وكانت الريحة كانت روعة يعني جميلة جدًا، جدًا يعني. طبعًا بتنضّفي أجناب الحلة كده وأنتِ شغالة علشان ما فيش حاجة تلزق وتضايقِك وأنتِ بتغسليها. هنغطّي عليها ونوطّي. في حلة بقى سخّنتها جامد أوي وفي مَيّة بقى بتغلي في الكاتل برضه، نزلت بكوباية شعرية علشان أعمل الرز. الرز بنحط كوباية شعرية قدّام 3 كوبايات رز، اتحمّرت وبقت ريحتها جميلة جدًا ولونها يجنّن. نزلت بقى برز مصري مغسول، مغسول بس مش منقوع. لكل كوباية بتاخدي حوالي ربع معلقة شاي من الملح. فأنا على الكمية ديّة حطيت معلقة صغنونة كده ملح، ونزلت بمَيّة سخنة من الكِتل، وبسم الله ما شاء الله علشان الحلة سخنة والمَيّة بتغلي فالرز اتشرّب بسرعة، وهاغطّي عليه واوطّي، ولو استفدتوا حاجة لايك وfollow وبألف هنا وشفا على قلبكم حبايب قلبي.